يشترط للفطر في السفر أولاً أن يعد سفراً مسافة أو عرفاً، ثانياً أن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء، ثالثاً أن لا يكون سفره سفر معصية عند الجمهور، رابعاً أن لا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر. يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. من عزم على السفر في رمضان فلا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة. إذا كان المطار خارج البلد وغادر حدود البلد جاز له الفطر لأن سفره قد بدأ، إذا كان الحجز مؤكدا. أما إذا كان انتظارا فلا يفطر لأنه لم يجزم بالسفر وقد يرجع.